دول يا جماعة كانوا أقل من نص لفة جلاش. قسم بقى لفة الجلاش بتاعتنا لمربعات متساوية، وطبعا الزيادات مش بتترمي أبدا، احنا بنجمعها على بعضها كده ونعمل بيها أم علي. هناخد بقى الجلاش بتاعنا ونحطه تحت فوطة علشان ما ينشفش معانا. هنعمل ايه بعد كده يا مروة؟ هنحتاج من 6 ل 8 ورقات، وهنحتاج كمان نص كوباية سمنة أو سمنة على زبدة. هندهن بين كل ورقتين، وهنحط الورق عكس بعضه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. انا عايزه الورق في النهايه يجي عندي شكل الورده. بندهن بين كل ورقتين وبنحط الورق عكس بعضه. هنخلص بقى كل الكميه بتاعتنا، ودول يا جماعه كانوا اقل من نص لفه جلاش. هنجيب بقى صينيه الكب كيك وهنمسحها بقى مسحه سمنه او سمنه على زبده، وهنحط فيها الورق بتاعنا وهنضغطه كويس في قلب الصينيه بالشكل ده. هندخلهم بقى فرن سخن على حراره 180 في الرف اللي في النص، وهنتابع التسويه ونتابع اللون. هنكون بقى مجهزين عندنا نص كوبايه من الشربات، شربات وسط وبارد، وهنحط كده على كل قطعه حوالي معلقتين كده من الشربات. هنجهز بقى الحشوه بتاعتنا: 3 كوبايات من اللبن، عليهم 3 معالق كبار من النشا، ومعلقتين من الدقيق، ونص كوبايه من السكر، وظرفين من الفانيليا، وربع كوبايه من جوز الهند. هنقلبهم طبعا الاول على البارد كويس جدا، وبعدين نرفعهم على النار لحد لما القوام بتاعهم يتقل. بعد كده زودوا عليهم بقى معلقتين 3 من القشطه او معلقه زبده. وكده خلاص بقى الحشوه بتاعتنا بقت جاهزه، وزي ما انتم شايفين بقى كده هنملى بيها الجلاش. حابين تزينوا بفاكهه او مكسرات براحتكم جدا. جربوها ومتاكده هتعجبكم وهتعجب كل البيت.